حسب ما تسمعونا امتى. أهلا بيكم. ملاحظين معايا ان الفترة الأخيرة دي يعني أسئلة السفر والهجرة واللجوء بقت منتشرة قوي على السوشيال ميديا. جدا جدا. تلاقي كل شوية حد بيسأل ازاي اخرج، اروح فين، اقدم على دراسة ايه بره. كأن في رغبة جماعية كده عند الشباب في منطقتنا انهم يمشوا. فعلا الظاهرة دي ملفتة قوي. والمقتطفات اللي معانا النهاردة اللي هي بعنوان هجرة الشباب، البحث عن الأمان والكرامة، بتحاول تفهم الموضوع ده أكتر. ممتاز. بتطرح سؤال مهم قوي. هو ليه كل الشباب دول بقوا عايزين يسافروا؟ يعني هل الحل فعلا موجود بره؟ ده السؤال الكبير. طيب، خلينا ندخل في صلب الموضوع على طول. المصدر اللي بنبص فيه بيوصف وضع الشرق الأوسط كأنه ساحة معركة مفتوحة، التعبير ده قوي بصراحة. ومش بس بالمعنى العسكري المناشر اللي للأسف بنشوفه في غزة وسوريا واليمن والسودان ولبنان، والتوترات اللي شغالة زي بين إيران وإسرائيل مثلا. لا طبعا. لا، هو بيتكلم كمان عن معركة تانية يمكن مش واضحة بنفس الشكل، معركة نفسية اجتماعية وكمان اقتصادية بتأثر على حياتنا كل يوم. بالظبط. والمصدر بيربط كويس قوي بين الصراعات الكبيرة دي وبين إحساس الناس بفقدان الأمان على المستوى الشخصي. إزاي؟ يعني مثلا عدم الاستقرار الاقتصادي اللي في بلاد كتير، ده في حد ذاته معركة يومية عشان لقمة العيش. وده طبعا بيأثر على النفسية وعلى العلاقات، وبيخلي ناس كتير تفكر طيب ما أهرب وخلاص. أكيد. أو حتى التوترات السياسية اللي ما بتخلصش دي بتزرع جوه الناس قلق وخوف من اللي جاي من المستقبل. وهنا بقى بنسمع الأسئلة الشخصية قوي دي تطلع. طب أنا هعيش فين بكرة؟ لو اتجوزت وخلفت هربي ولادي ازاي في الجو ده؟ دي أسئلة بتعكس بحث حقيقي عن أرض ثابتة الواحد يقف عليها. تمام. بحث عن مستقبل فيه ولو قدر بسيط من الوضوح عن إمكانية التنبؤ باللي ممكن يحصل. وهنا المصدر بيقدم نقلة مهمة. بيقول إن السؤال الجوهري اللي المفروض نسأله لنفسنا مش مجرد أروح فين أو أسافر ازاي. أما الإيه؟ لا، السؤال الأعمق هو أنا عايز أعيش إزاي؟ يعني إيه هي نوعية الحياة اللي أنا بدور عليها فعلا؟ إيه القيم الأساسية بالنسبة لي؟ هل الموضوع مجرد تغيير مكان وخلاص؟ دي نقطة مهمة جدا فعلا، لأن كتير بيفتكروا إن الحل في الفيزا أو تذكرة الطيارة، إن بمجرد مركب الطيارة خلاص مشاكل اتحلت. أيوة للأسف. لكن المصدر بيحذر من الفكرة دي. بيقول ممكن نهرب من مكان، لكن صعب قوي نهرب من قلقنا اللي جوانا أو إحساسنا بعدم الأمان. لو هو ده الأصل ممكن نسافر ويفضل القلق ده موجود. بالظبط. وده بيودينا بقى للسبب الحقيقي ورا الرغبة في الهجرة دي. المصدر بيقول إن كتير من الشباب مش بيدوروا على باسبورت جديد أو جنسية تانية كهدف في حد ذاته. تمام. لا، هم في الأساس بيدوروا على إحساس بالكرامة وبالأمان. يمكن الكلام يبان كبير شوية، لكن له معاني واقعية جدا. طيب، إيه هي المعاني الواقعية دي؟ المصدر وضح إزاي بنشوف الكرامة والأمان دول؟ نقدر نقول إن الكرامة زي ما بنفهم من المصدر ممكن تكون مرتبطة بإحساسك إنك متقدر، إن في فرص متساوية، إن في عدالة، إنك بتتعامل كإنسان بغض النظر عن أي حاجة تانية. مفهوم. والأمان مش بس الأمان الجسدي من العنف، لأ، كمان الأمان الاقتصادي، الأمان الاجتماعي، إنك تقدر تعبر عن رأيك من غير ما تخاف. كل دي عناصر كتير بيحسوا إنها ناقصة أو مهددة في حياتهم دلوقتي. وده بيفتح كلام إن الحل ممكن ما يكونش بالضرورة في ورقة أو ختم، ممكن يكون في جزء من الحل بيبدأ من جوانا إحنا. بالظبط كده. بيفهم إحنا ناقصنا إيه فعلا وإيه اللي بندور عليه بالظبط. تماما. وهنا بقى المصدر بيقدم نصيحة مهمة قوي للي خلاص قرر ياخد خطوة السفر. بيأكد على أهمية إننا نفرق بين دافعين أساسيين للسفر. اللي هم هل السفر ده يعتبر هروب من واقع صعب ومؤلم ومش قادرة أتحمله؟ ولا هو سعي إني أحقق حياة أفضل، حياة تليق بيا وبطموحاتي وبإمكانياتي؟ هي الشخص بيسافر وخلاص مش كده؟ لا، المصدر بيوضح إن الفرق ده جوهري جدا. الهروب الدافع بتاعه سلبي، أنا عايز أبعد عن حاجة وحشة وخلاص. تمام. إنما السعي الدافع بتاعه إيجابي، أنا رايح لهدف معين، لحاجة كويسة أنا محددها. وده بيأثر على كل حاجة بعد كده. زي إيه مثلا؟ زي طريقة التخطيط للسفر نفسه، التوقعات من الحياة الجديدة هناك، قدرتك على التأقلم والنجاح، حتى صحتك النفسية بعد ما تهاجر. اللي هربان ده ممكن يتصدم لو لقى إن المكان الجديد مش جنة زي ما كان فاكر. صحيح. وعارف هو رايح يعمل إيه، ومستعد أكتر إنه يواجه التحديات اللي أكيد هيلاقيها. كأن المصدر بيقول
قبل ما تحجز التذكرة وتقطلها اسأل نفسك كويس، أنت ماشي ليه؟ ماشي عشان كاره الوضع الحالي وخلاص؟ ولا ماشي عشان عندك تصور لحياة معينة نفسك تحققها، والمكان التاني ده ممكن يوفر لك فرصة لتحقيقها؟ تماما، بالظبط كده. الهروب ممكن يحل مشكلة المكان بشكل مؤقت، لكن السعي هو اللي بيحدد الوجهة والهدف، وبيخلي للرحلة كلها معنى أعمق وفرص نجاح أكبر. ده طبعا من وجهة نظر المصدر. يبقى ممكن نلخص الفكرة الأساسية اللي بنطلع بيها النهاردة في التوتر ده أو المعادلة الصعبة دي: في ضغوط حقيقية في واقع المنطقة بتدفع ناس كتير قوي للتفكير في الرحيل. أكيد. ضغوط مش سهلة. لكن في نفس الوقت الرحيل ده مش ضمانة أوتوماتيكية إن الواحد هيلاقي الأمان والكرامة اللي بيدور عليها. مظبوط. والتمييز اللي طرحه المصدر بين الهجرة كهروب والهجرة كسعي هو ده يمكن أهم نقطة. فعلا. وبيختم بتساؤل مهم يفضل معانا نفكر فيه: هل بحثنا الحقيقي أصلا هو عن مكان جديد على الخريطة، ولا هو في الأساس بحث عن شعور جوانا، إحساس بالاستقرار، بالقيمة، بالرضا؟ ونرجع للسؤال الأهم اللي تقريبا بدأ به المصدر كلامه: إيه هو؟ إيه اللي إحنا بندور عليه فعلا؟ سؤال يستحق التفكير فعلا. شكرا جزيلا على النقاش المفيد ده. الشكر ليك.